واش فايت لك جالس مع صحابك كتهضروا وكتضحكوا، ولكن في الداخل ديالك كنتي حاس براسك بوحدك؟ ولا يمكن كتعيش مع العائله وكل نهار كتشوف نفس الوجوه، ولكن كتحس ان حتى واحد ما فاهمك وما كاين حتى شخص تقدر تهضر معاه وانت مرتاح؟ الغريب هو ان الوحده ماشي دائما كتكون ملي الانسان كيكون بوحدو. كاينين الناس كيعيشوا بوحدهم ولكن مرتاحين وسعداء، وكاينين الناس عندهم عشرات الأصدقاء وعندهم آلاف المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومع ذلك كيحسوا بفراغ كبير في الداخل ديالهم. السؤال اللي غنطرحه هو كيفاش ممكن الإنسان يحس بالوحدة وهو محاط بالناس؟ وواش هاد الشي طبيعي ولا كيعني أن كاين مشكل نفسي؟ الحقيقة هي أن الإحساس بالوحدة واحد من أكثر المشاعر تعقيدا، والعلماء بداو كيعطيوه اهتمام كبير، حيث لقاو انه ما كيأثرش غير على الحالة النفسية، ولكن كيأثر حتى على الدماغ والقلب والمناعة، وحتى على طريقة اتخاذ القرارات. وفي هذا الفيديو غادي نفهموا شنو هي الوحدة الحقيقية، وعلاش كتحس بها حتى وانت وسط الناس، وشنو كيوقع لداخل ديال الدماغ، وكيفاش تقدر تخرج من هذا الإحساس بطريقة صحية، بعيد على النصائح السطحية اللي كتقول لك خرج وتصاحب مع الناس، حيت راه المشكل أعمق من هذا الشيء. أول خطأ كيوقع فيه بزاف ديال الناس هو أنهم كيخلطوا بين الوحدة والعزلة. راه هاد الجوج راه ماشي نفس الحاجة. العزلة هي أنك تكون بوحدك جسديا، تقدر تكون في دارك أو لا مسافر بوحدك أو لا حتى جلس في قهوة ما معاك حتى واحد، ولكن هاد الشيء ما كيعنيش بالضرورة أنك حاس بالوحدة. أما الوحدة فهي شعور داخلي، كتكون محاط بالناس ولكن ما كتحسش بالارتباط الحقيقي معهم. كتهضر وكتضحك ولكن من الداخل كتحس أن ما كاين حتى واحد فاهمك أو لا سمعك شنو كتقول أو لا متقبلك كما انت. علم النفس كيوصف الوحدة بأنها الفجوة بين العلاقات اللي عندك والعلاقات اللي محتاجها. يعني المشكل ماشي في عدد الناس اللي دايرين بك، ولكن في جودة العلاقة اللي كتجمعك بيهم. لهذا السبب كاينين الناس عندهم صديق واحد ولكن ما كيحسوش بالوحدة أبدا، حيث هاد العلاقة فيها الصدق والثقة والدعم. وفي المقابل كاين اللي عنده مئات المعارف ولكن ما كيقدرش يفتح قلبه لأي واحد منهم. هاد الإحساس كيقدر يزيد عند المراهقين والشباب بزاف، حيت في هاد المرحلة من الحياة كيكون فيها الإنسان كيقلب على راسو ويتعرف عليه كتر، وكيبغي يحس بأنه مقبول ومفهوم. وإذا ما لقاش هاد الإحساس كيبدا الفراغ الداخلي يكبر، وخا يكون وسط الناس كل نهار. ودابا تبع معايا باش تفهم شنو كيوقع داخل الدماغ ملي كنحسو بالوحدة. إلا كان كيحسب لك باللي وحدة غير إحساس نفسي، فالعلم كيقول العكس. في 20 عام الأخيرة علماء النفس وعلماء الأعصاب بداو يكتشفوا أن الدماغ كيتعامل مع الوحدة بطريقة غريبة بزاف. بالنسبة له الوحدة ماشي مجرد شعور بالحزن، ولكن هي إشارة إنذار. بحال الجوع كيقول لك خاصك تاكل، والعطش كيقول لك خاصك تشرب. الوحدة حتى هي ميساج كيصيفطو الدماغ باش يقول لك خاصك تواصل إنساني حقيقي. وهذا الشيء منطقي. إلا رجعنا لآلاف السنين، الإنسان القديم ما كانش يقدر يعيش بوحده، كان محتاج المجموعة ديال الناس باش يصيد ويحمي راسو ويربي ولادو. وإلا بقى معزول فرصة البقاء ديالو في الحياة كتكون قليلة. داكشي علاش تطور الدماغ باش يعتبر الانفصال على الناس تهديد، ويخليك تحاول ترجع للجماعة دائما. المشكل هو أن الدماغ ديالنا ما تبدلش بنفس السرعة اللي تبدلت بها الحياة. اليوم يقدر يكون عندك مئات المتابعين وعشرات المحادثات، ولكن إلا ما حسيتيش باللي كاين شخص كيفهمك، الدماغ ما كيعتبرش هاد العلاقة كافية، وكيستمر أنه يصيفط لك نفس الإحساس بالوحدة. ومن الحوايج اللي لقاو الباحثون كذلك أن الوحدة المستمرة كتقدر تخلي الجسم يعيش حالة توتر مزمنة. كيطلع مستوى الكورتيزول، وهو الهرمون اللي كيفرزه الجسم اللي كيكون تحت الضغط، وإلا بقى مرتفع لمدة طويلة يقدر يأثر على النعاس والتركيز والمزاج وحتى على المناعة.
ولكن كاينه حاجه اخرى اكثر خطوره. ملي الانسان كيحس بالوحده لمده طويله كيولي الدماغ اكثر حساسيه لاي اشاره سلبيه. يعني الا شي واحد ما جاوبكش على الميساج ديالك كتقدر تفسرها على انها رفض، والا شفتي شخص مسلمش عليك كتقول في بالك اكيد ما بقاش كيحملني. والمشكل ان هاد التفسيرات ما كتكونش دائما صحيحه، ولكن الدماغ كيكون مركز على اي حاجه يمكن تاكد ليه باللي هو بوحده. وهنا كطيح في مشكل اللي هو ان الوحده كتخليك تشك في الناس، والشك كيخليك تبعد عليهم اكثر، وكل ما بعدت اكثر كيزيد عندك الاحساس بالوحده. لهذا المشكل ماشي ان الانسان ضعيف، ولكن حيت الدماغ ديالنا كيحاول يحمينا بطريقه ما بقاتش دائما مناسبه لحياتنا اليوم. دابا الا سولتك واش عمرك صولتي راسك علاش كتحس بالوحده وواخا انت وسط الناس؟ يمكن دابا كتقول انا ماشي بوحدي، عندي صحابي وعندي عائلتي وعندي ناس كنهضر معاهم كل نهار، علاش مازال كنحس بالوحده؟ الجواب هو ان الدماغ ما كيحسبش عدد الناس اللي كتعرف، ولكن كيحسب جوده العلاقه اللي كتجمعك بهم. علم النفس كيفرق بين العلاقه السطحيه والعلاقه العميقه. تبع معايا باش تفهم شنو كنقصد. العلاقات السطحيه هي اللي كنهضروا فيها على القرايه والخدمه والاخبار وكنضحكوا بعض المرات، ولكن ما كنعبروش فيها على مشاعرنا الحقيقيه. اما العلاقات العميقه فهي اللي كتخليك تحس بالامان وانك تقدر تكون على طبيعتك بلا ما تخاف من الناس يضحكوا عليك او اللي يحكموا عليك. داكشي علاش ممكن تكون وسط 20 شخص وتبقى حاس انك غريب بيناتهم، حيت ما لقيتيش الشخص اللي كيفهمك. وهذا الاحساس كيوقع بزاف عند المراهقين والشباب، حيت كيكونوا كيقلبوا على القبول والانتماء، ولكن بعض المرات كيحسوا انهم خصهم يتصنعوا شخصيه ماشي ديالهم باش الناس يتقبلوهم. ومع مرور الوقت كيحسوا ان الناس كيعرفوا النسخه اللي كيوريوهم، ولكن ما كيعرفوش النسخه ديالهم الحقيقيه. وهنا كيزيد الاحساس بالوحده واخا هما وسط الناس. وحتى السوشيال ميديا من الاسباب اللي كتقدر تزيد من الاحساس بالوحده. الا رجعنا 20 عام للور، ديك الوقت كان التواصل مع الناس محدود، اما اليوم نقدروا نهضروا مع اي شخص في العالم في ثواني. المفروض هذا الشيء نقص الوحده، ولكن اللي وقع هو العكس. عرفتي علاش؟ حيت مواقع التواصل الاجتماعي كتخلينا نشوفوا احسن اللحظات في حياه الناس، وماشي حياتهم كامله. كنشوفوا الضحك والسفر والنجاح والصور الزوينه، ولكن ما كنشوفوش المشاكل والخلافات واللحظات الصعيبه. والدماغ ديالنا بلا ما نحسو كيبدا يقارن حياتنا الحقيقيه بحياه مثاليه اللي ما كايناش اصلا في الواقع. ومن جهه اخرى كثره التواصل الرقمي ما كتقدرش تعوض التواصل الحقيقي. ميساج ولا اعجاب يقدروا يفرحوك اللحظات وصافي، ما كيقدروش يعوضوا جلسه مع شخص كيسمع ليك وكيحس بيك وكيفهمك. داكشي علاش بزاف ديال الناس عندهم بزاف ديال المتابعين، ولكن ملي كيطيحوا في شي مشكل ما كيلقاوش شخص واحد يهضروا معاه وهما مرتاحين. الوحده عندها اثار خطيره. الوحده ما كتوقفش عند الاحساس بالحزن وصافي، ولكن الا طولت بزاف كتقدر تاثر على النفسيه والجسم. حتى هو الانسان كيولي اقل رغبه في التواصل، كيفقد الحماس وكيولي صعيب عليه يثق في الناس، وحتى التركيز ديالو كيولي ضعيف. والمشكل ان الوحده كتخلق الفراغ. فاش كتحس بالوحده كتبعد على الناس، وملي كتبعد على الناس كتحس بالوحده اكثر. وكل مره كتقنع راسك ان حتى واحد ما غادي يفهمني كيولي صعيب عليك ترجع دير علاقات جداد. لهذا كيأكدوا علماء النفس ان العلاج ماشي هو انك تسنى الوحده تختفي بوحدها، حيت الا كتسنى انك تفيق واحد النهار وتلقى الاحساس بالوحده اختفى بوحده فغالبا غتسناه مده طويله. علم النفس كيقول ان الوحده ما كتختفيش غير حيت وليتي وسط الناس، ولكن كتبدا تنقص ملي كتكون وسط الناس المناسبين. اول خطوه ديرها هي انك ما تبقاش تلوم راسك. بزاف ديال الناس كيعتقدوا باللي الاحساس بالوحده كيعني انهم مملين او لا ما كيعرفوش يكونوا علاقات او لا فيهم شي عيب، ولكن الحقيقه هي ان كل انسان يقدر يحس بالوحده في مرحله من حياته، حتى الناس اللي كيبانوا لينا اجتماعيين بزاف.
تاني خطوة هي أنك تبدل الجودة قبل العدد. ما تحتاجش 20 صديق باش تحس بالانتماء. بعد المرات شخص واحد كيسمع لك ويفهمك وكيتقبلك بلا تصنع كيساوي مئات العلاقات السطحية. الدماغ ما كيقلبش على كثرة الناس، ولكن كيقلب على الإحساس بالثقة والأمان. ثالث خطوة هي أنك تكون صادق مع الناس اللي قرب منك. بزاف الناس كيلبسوا قناع القوة وكيبقاو يضحكوا قدام كل شيء، ولكن من الداخل كيتألموا. والمشكلة أن الناس ما كيقدروش يعرفوا باش كتحس إلا إذا عبرتي على المشاعر ديالك. ماشي ضروري تقول قاع التفاصيل حياتك، ولكن بعض المرات كلمة صادقة كتعاودها لشخص كتثق فيه كتخفف عليك حمل كبير. واخر خطوة وهي من اهم الحوايج هي انك تبني علاقة مزيانة مع راسك، حيث الا كنتي ما كترتاحش مع راسك غادي تبقى كتقلب على شخص اخر يعوض هذا الفراغ، وهذا الشيء كيخلي الانسان يتعلق باي اهتمام بسيط كيجيه. اما ملي كتعلم تستمتع بوقتك وتعرف قيمتك، العلاقة ديك الساعة كتولي مجرد اضافة لحياتك، ماشي وسيلة باش تهرب من الفراغ. وفي الاخير غنقول لك، واخا تحس ان حتى واحد ما فاهمك وان الناس بعاد عليك، خاصك تعرف حاجه مهمه: الاحساس بالوحده ما كيحددش قيمتك، هو مجرد شعور، والشعور كيقدر يتبدل. الحياه فيها فترات كنحسوا فيها اننا قرب من كل شيء، وفترات اخرى كنحسوا اننا تايهين، وهذا الشيء راه طبيعي. اهم حاجه هي انك ما تخليش هذا الاحساس يقنعك انك خاصك تبعد اكثر على الناس، حيت هذه هي الخدعه اللي كديرها الوحده، كتخليك تعتقد ان العزله غادي تحميك، بينما هي في الحقيقه كتزيد الاحساس بالوحده. وهنا غنكون وصلنا للاخر ديال لا فيديو. الى عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك وتخلي سبسكرايب باش يوصلك اي جديد، وما تنساوش تخليو لي في الكومنتير المواضيع اللي بغيتوني نهضر فيها في الفيديوهات الجايه. بسلامه.